طيب، ننبه الآن على شيء. طالما تحدثنا عن همزة الوصل في الحلقة الماضية واليوم تحدثنا عن همزة القطع، هل تجتمع همزتان؟ هل تجتمع همزتا قطع؟ هل تجتمع همزة قطع ووصل أو همزة وصل وقطع؟ نعم تجتمع. إذن ما الحكم في تلك الأحوال؟ الحكم في تلك الأحوال سنبحثه إن شاء الله. نبدأ الله يسلمكم. لو اجتمع همزتا قطع، الأولى قطع والثانية قطع، الأولى متحركة والثانية ساكنة، كقولك أ، يعني همزة مفتوحة بعدها همزة ساكنة، أو قولك أ، همزة مضمومة بعدها همزة ساكنة، أو قولك إ، همزة مكسورة بعدها همزة ساكنة. ما الحكم في هذا الأمر؟ سنتحدث عنه بعد الفاصل، فانتظرونا بارك الله فيكم. كنا نتكلم قبل الفاصل عن أن إذا اجتمع في النطق همزتا قطع، الأولى متحركة والثانية ساكنة، وكنا بدأنا نأتي بالأمثلة. قلنا الاحتمال الأول للهمزة الأولى أن تكون مفتوحة، طالما نقول نحن الثانية ساكنة، لكن الأولى مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. مفتوحة مثل أ، صار همزتين أ، الأولى مفتوحة الثانية ساكنة. الأولى مضمومة مثل أ، الأولى مكسورة مثل إ. هذا الذي نطقته أمامكم الآن لا تفعله العرب. العرب لا يقولون أ، فإن وجد في كلامهم أ قالوا آ، لأنه أسهل عليهم. فبدل من أن يقولوا أأمنوا يقولون آمنوا. والعرب لا تقول أ، فإن وجد في كلامهم أ قالوا أو. أؤتوا، لا يقولون أؤتوا بل يقولون أوتوا. ولا يقولون إ، فإن وجد في كلامهم إ أبدلوها فقالوا إي. إئمان بوزن إفعال يقولون إيمان. هذا الذي درسناه في المدود، الله يسلمكم، لما تكلمنا على المدود في بحث في المنظومة الجزرية قلنا مد البدل. مد البدل هو إبدال الهمزة الثانية الساكنة حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. فإن كانت أ، يعني الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، نقول آ. وإن كانت الأولى مضمومة والثانية ساكنة أ، نقول أو. وإن كانت الأولى مكسورة والثانية ساكنة نقول إي. نعم، الأمثلة كما ذكرتها لكم الآن، ونلاحظ ذلك على اللوحة التعليمية التي تلخص لنا هذا الكلام. نرى على اللوحة اجتماع همزتين ثانيتهما ساكنة. لا تجمع العرب في كلامها بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى، نحو أدم، تبدل الهمزة الثانية ألفا فتصير آدم. أؤتوا، تبدل الهمزة الثانية واوا فيقولون أوتوا. إئمانا، تبدل الهمزة الثانية ياء فيقولون إيمانا، وهو ما يعرف عند القراء بمد البدل. إذن هذا هو الحال الأول الذي ذكرته لكم، اجتماع همزتين كلتاهما همزة قطع لكن الأولى متحركة والثانية ساكنة. ما الحل؟ الحل أن نبدل الهمزة الثانية الساكنة حرف مد.